جات زوينه يا البنات، جات هاد التحليه غزاله غزاله، واحد الرائحه مع الكوك مع التعليكه الفوقانيه مع اللوز اللي درنا. جات واحد القرمشه بين الكراميل والشوكولات. الشوكولات اصلا كيتواتى مع الكراميل. السلام عليكم يا احلى المتتبعين، نتمنى لكم الخير والتوفيق. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيكه كتجي مذاق رائع. بسم الله نبدا. المقادير وطريقه التحضير: عندنا بيضه وحده، كتجي الكيكه صغيره. عندي بيضه وحده، عندي خماره ونص هي 16 غرام، كل ساشيه فيها 10 غرام، فيها 10 ساشيه ونص. عندي فاني، عندي نص كاس ديال الزيت النباتيه، نص كاس ديال السكر حبيبات، نص كاس ديال الكوك محمر شويه، تيكون على هذا الشكل هكا. الكوك ها هو محمر شويه، كيعطي مذاق رائع في هذه الكيكه. عندي معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، معلقه كبيره ديال الخل الابيض، نص كاس كاس الا ربع ديال الحليب اعتذر. وبالنسبه للدقيق كاس ونصف بالحق على حساب الدقيق. هنايا المول ديالنا، المول راني دهنت ودرت هذا دائري، بامكانكم ديروا اي مول زجاجي، اي مول بغيتو ديروه. درت هذا المول راه دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق. من بعد ما ضفت البيضه ونص كاس ديال السكر سنيده، هنايا عندي الملحه، قبصه الملحه لتصحيح الذوق. وعاد نضرب مزيان، نضربو اما بالضراب الكهربائي او بالضراب اليدوي. نضربوه مزيان تيولي البيضه كتولي تغير اللون ديالها. ومن بعد عاد نضيفو الزيت والمكونات الاخرى. هنا البنات من بعد ما ضربتها مزيان طلعتها مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض. عاد نضيفو فاني او كتضيفوه في الاول. عاد نضيف الزيت، نصف كاس زيت نباتيه. عاد نضيف معلقه كبيره ديال الخل. من بعد ما ضفت المعلقه كبيره ديال الخل، عاد نضيف كاس الا ربع حليب ونخلط الكل او بخلاط يدوي. عاد نضيف معلقه كبيره ديال الكاكاو المر. عاد نخلط الكل. من بعد ما عاد نخلطو، عاد نضيف الكوك هو نص كاس محمره البنات، كيعطي واحد المذاق رائع في هذه الكيكه ديالنا. هنا البنات من بعد ما خلط الكل، عاد نضيف الدقيق تدريجيا. عندي هنايا كاس ونص مغربل، نبداو تدريجيا تنشوفوا عليه حساب بان راه دايرين فيه نص كاس ديال الكوك. ونضيفوا الخميره ونخلطوا الكل جيدا. غنضيف الخميره قلت لكم وحده ونص، باكيه ونص هي 16 غرام. هنا البنات بانت ليا بان مازال خاصه الدقيق. عاد نزيد سيروا شويه شويه، حيت الدقيق فيه تنوع، كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. هنايا عندي فيرميسيل شوكولا، عندي انايا ما بقاش عندي بزاف، بقات عندي شي معلقه صغيره، هي الا كان عندكم ديروا معلقه كبيره. وعاد نخلط الكل، عاد نخلطو. جاني البنات الدقيق راه درت كاس ونص، انا جاتني كاس ونص. بالنسبه للدقيق دائما شوفوا على حساب الدقيق. هنايا راه من بعد ما عاد نخلطو، عاد نخوي في الطاوه ديالتي المول ديالي، وعاد ندخلو للفران بان الفران في هذه الاثناء راه سخون. بالنسبه للفران ديال الضوء الكهربائي كتسخنوه مزيان على 180 درجه. بالنسبه ديال الغاز كيسخن وكتدخلوا الفران ونقسموا البوطه. من بعد البنات ما طابت لي الكيكه ديالي، كتجي بحال هكا، كتجي رطبه، كتجي زوينه، كتجي معلكه مع الكوكا البنات، كتجي واحد الرائحه. هنايا عاد نسقيها السقوه ديالي، درت فيها نص كاس ديال السكر مع كاس ديال الماء
والعصير ديال السيترون هو هذا، عصير ديال السيترون، النص ديال الحامضه حطيتها معاه باش كتعطي اللوغو ديالها، او تسقوها بكاس ديال الحليب. عاد نسقيها في هذه الاثناء، خاص السقوه تكون بارده والكيكه تكون سخونه ولا العكس. صافي وعاد نخلوها تبرد وعاد نمشيو للطبقه الثانيه. هنا البنات بالنسبه للطبقه الثانيه فيها نصف لتر ديال الحليب، فيها دانون كراميل، فيها ساشي ديال الكراميل. من بعد ما وضعت دانون ديال الكراميل عاد ندير الفلون ديال الكراميل ونخلط الكل، نديرو على نار هادئه مع التحريك المستمر. كان عندكم فاني ديروا فلون فاني، بامكانكم ديروا فلون فاني سواء كيجي زوين معاه كيتواسى مع هاد الكيكه. انايا حبيت الفلون كراميل كيجيني احسن. بغيتو ديروا فلون ديال فاني ديروا مع دانون فاني. دابا عاد نديرو على نار هادئه مع التحريك مستمر. البنات اعتذر نسيت الدقيق، 2 معالق كبار ديال الدقيق راني عابراهم. عاد نضيفو مع حد كلشي باقي بارد، الحليب بارد وكلشي بارد. هذيك الساعه ضيفوه وخلطوه مزيان عاد فين نديرو عليه النار. بالنسبه لا درتو فاني لا درتو فلون فاني ديروا معلقه كبيره ديال السكر حبيبات، اما كراميل ما كنحتاجوش للسكر. هنا البنات من بعد ما طاب ليا الفلون ديالي على هذا الشكل حتى كيبدا يدير فقاعات، صافي كنطفي عليه البوطه. هنا الكيكه ديالتي راه بردات، عاد نديرو في هذه الاثناء البنات مجرد كتحطوا الكيكه ديالكم تبرد صافوا هاد الطبقه الثانيه صيبوها هي الاولى باش هي تكون واجده، كنوضعوها باش تبرد. هنا الطبقه الثالثه عندنا 100 غرام ديال الشوكولات، 100 غرام ديال الشوكولات، عندي ربع كاس ديال الحليب، 120 غرام حتى 125 غرام ديال اللوز من بعد ما قشرته وقليته على زيت بارده وطحنته في الهاشواخ كيجي على هذا الشكل بحال هكا. البنات كطحنوش بزاف بحال هكا. ذوبوا الشوكولات على حمام مريم ثم نضيفوا ليه تيذوب الشوكولات عاد نضيفوا ليه الحليب. هنا البنات من بعد ما ذوبت الشوكولات مع الحليب في حمام مريم عاد نضيف عليه اللوز اللي عندي مقلي مطحون. هذه هي البنات الطبقه الاخيره واللي مقرمشه، الطبقه المقرمشه. واحد البنه في هاد الكيكه في هاد التحليه او نقولوا لها التحليه كتجي غزاله غزاله، واحد البنه واحد الرائحه كاينه في الكوزينه ما نعاودش لكم ما شاء الله. من بعد ما خلطت الكل بحال هكا. هنا البنات الفلان ديالي الكيكه ديالي راه بردات، كتتبان لكم بان فاش كتبان لكم بحال هكا من الجناب تحلات عرفوها راه بارده، راه بردات مزيان، درتها في الثلاجه حتى بردات مزيان. عاد نديروا عليها الطبقه الاخيره او الطبقه الثالثه هي هذه. من بعد ما كملتش كتتبان لكم رائحه ما شاء الله ما شاء الرحمن. عاد نخليها تبرد مزيان ونشارك معكم الطبق الاخير. من بعد البنات ما بردات اش نقول لكم جات رائعه رائعه رائعه، جات غزاله واحد الريحه فيها. والطبقه الثالثه تعطينا واحد القرمشه، ها هي عاد نبينها لكم، هي كتهضر على نفسها لا داعي لكثره الكلام. هي هذه الطبقه الثانيه ديال الفلون، هي هذه. وعاد نقطع معكم مورسو باش نشوفوها مع بعضياتنا. شوفوا البنات من بعد ما قطعتها ها هي كتبان لكم. انا عاد نحطها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جات غزاله غزاله، جات زوينه يا البنات. جات هاد التحليه غزاله غزاله، واحد الرائحه مع الكوك مع التعليكه الفوقانيه
مع اللوز اللي درنا، جات واحد القرمشه بين الكراميل والشوكولات. الشوكولات اصلا كيتواتى مع الكراميل. ما شهيتكم فيها، جات واعره واعره، جات غزاله، واحد المذاق رائع. كتبان لكم مازال الشوكولات الفوقاني مازال ما خليتهاش بردات، بغيت نشاركها معكم. مازال خاصها تبرد، مازال شويه، ولكن راه جات رائعه رائعه. شوفوا التعليكه البنات، هانتو كيفاش، شوف كيفاش جات زوينه الفلون ديال الكراميل ومع اللوز جات رائعه رائعه وتعليكه غزاله. ما شهيتكم فيها. نتمنى لكم الخير والتوفيق. ما تنسونيش من لايك ولو كومونتير يا احلى المتتبعين. نتمنى لكم الخير والتوفيق. مرحبا بكم القدام متتبعين ديالي جداد. نتمنى لكم الخير والتوفيق. ما تنسونيش من لايكات البنات ولو كومونتير محفزين البنات. الله يحفظكم والله يجعلها لكم ان شاء الله في ميزان الحسنات ديالكم. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله، في امان الله.